السلام عليكم خاوتي الأفاضل، واش راكم؟ لاباس بخير؟ الحمد لله. اليوم إن شاء الله نتكلموا في موضوع آخر، يعني تكلمنا عليه في أيام سابقة ولكن في الإعادة إفادة. هذا الموضوع هو موضوع التسلسل المعروف بالأونشينمون. المهم هذا الأونشينمون هو المقنين يلصق عدة نوتات من 3 إلى فوق، يقدر يدير حتى 20 على حسب قدرة الحسون. يعني اللي عنده السوف اللي يقدر يركب لك حتى 40 نوطة. المهم لونشينمون قلنا هو في المرتبة الثالثة، يعني أو الرابعة. يعني كان لي بونيمون، وكاين البارلي، وكاين المقني اللي يخرج بالبارلي قبل لي بونيمون، ومن بعد كاين لاسورتي. مور لاسورتي كاين باسادا أو أونشينمون. كاين مقنين يخدم باسادا، مثلا نوطات يقفلهم، ولا كاين مقنين يخرج لك باسادا كبيرة، هذاك أونشينمون. وهذاك الأونشينمون يستعملوه بواحد الطريقة رائعة. هذاك الأونشينمون يعني يديروا بقفلة ومن بعد زيد يعاودوا بقفلة واحدة أخرى. هذا هو الأونشينمون خاطي. يكون فيه نوطات تقدر تقول ليست كما نقول مميزة، ولا يعني الإنسان الحسون يخدم واش عنده في هذوك ويلصقهم ويخدم لونشينمون هذا. يقدر يكون فيه قالوبي، يقدر يكون فيه ترسير، يقدر يكون فيه نوطة سيزاي، على حسب واش عند المقنين. ولهذا المقنين مثل الكتاب، تلقى فيه مقدمات، عنده صلب الموضوع وعنده الخاتمة. هذا شغل الدنيا هذه مخدومة هكا. في أي حاجة لازم لها بداية ووسط ونهاية. هذا هو قانون. ولقاو هذا القانون هذا يمشي على الحسون. ولهذا الحسون هو من أفضل الطيور المغردة. وربما في هذه الطريقة البلبل ما يلحقوش. البلبل عنده نوطات، عنده طريقة الأداء جميلة، لكن الحسون أروع منه. هذا خير الكلام ما قل ودل، وبارك الله فيكم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.